الشيخ مبروك عطية على الاعتذار عن كلمة شيخ، واضح انه لقى ان سبوبة البرامج الدينية ما بتاكلش عيش اليومين دول، فراح اتجه لسبوبة البرامج الهلسية، وبعد ما كان بيرجع الناس للدين النهارده جاي يطلع الناس من الدين. لا انت بتهزر. والله زي ما بقول لك كده، ودونا عن كل الممثلات قرر يبتدي بممثلتين اتنين. انتصار صاحبة اجرأ تصريح انها بتتفرج على افلام خالد يوسفية الفنانة وفاء عامر. واستضاف عمر كمال اللي اشتغل مع لورديانا، وحسن شاكوش اللي اشتغل مع جوهرة. ده غير ان عمر كمال وحسن شاكوش اشهر اغنية في تاريخهم دي كلماتها. واستضاف سعد الصغير اللي لسه طالع من قضية ممنوعات. انا فعلا كنت فاكر ان هو شخصية وهمية، بس انت يا مبروك السبب ان انا صدقت انه شخصية موجودة بحق وحقيقي. شخصية الشيخ احلى. يا ربنا في دينكم يا وسام. مش بعيد بقى كمان لما السبوبة دي تعجبه يبتدي يقول لك طب خلاص انا هعمل اغنية عشان اطلب في حفلات، وتبقى دي اغنيته. شيخ شو يلا كملوها انتوا. وكده هيغير اسمه، لان اسم مبروك عطيه مش هينفع، لا هيعمل اسم فني، هيبقى اسمه الفني بيكو قطاطا. ان شاء الله في رمضان اللي جاي نشوفوا بطل مسلسل شيخ زي ايش. وطالما شيخ يبقى مين الممثله اللي هتقف قدامه؟ بالظبط هدى المفتي. والله بجد يا مبروك يا عطيه انت خليتنا نصدق ان احنا في زمن المس. هو طبعا لا يجوز ان احنا نخلط الدين بالسياسه، وده شيء غلط، لكن يجوز وعادي جدا ان احنا نخلط الدين بالهلس. عادي فيها ايه؟ ده على مذهب الامام فيفي عبده. ما اصل خلاص يا جماعه، يعني احنا جددنا الخطاب الديني على يد العلماء الهام شاهين واسلام البحيري وابراهيم عيسى وعلي جمعه. خلاص خلصت مرحله تجديد الخطاب الديني، انتم الان على نظام شخلعه الخطاب الديني. والله ما بافور لما بقول شخلعه. هو سعد الصغير لما طلع يقرا قران في البرنامج لحنه. يا نهار اسود. وبعدها بقى مبروك بيساله بتعمل ايه مع الستات وبتشقطهم ازاي وبتقول لهم ايه؟ يعني انت جاي تتعلم من سعد الصغير؟ يا اخويا كان نفع نفسه. بعد ما اتعلم منه راح بقى يطبق الشقط ده عملي على رانيا فريد شوقي. بالله انت حلوه، وكان ناقص يقول لها ما تيجي ورا المذهب وانا وانت حيائنا يذهب. ده غير ان عمر كمال نزل خبر ان هو هيعمل دويتو مع مبروك عطيه مهرجانات دينيه. يعني غالبا هتبقى المهرجان كلماته كده وتجيني ان شاء الله تلاقيني لسه بخير ما شاء الله مش هتبقي لغيري واشرب بخور ويميش. طب بص يا شيخ مبروك، شيخ ايه؟ بص يا اسطى مبروك عطيه، انت راجل بقيت نجم دلوقتي، انت مش محتاج تعمل دويتو مع حد. انت تطلع في الحلقه الجايه من برنامجك وتعمل اغنيه لوحدك وتعلنها لنا كلنا، وانا عندي كلمات الاغنيه. نحن غرباء يا سيدي عشان تطمئن ان الاغنيه دينيه 100%. الرقاصه اللي تجيبها معاك الراقصه دينا، وتصوروا الكليب في حديقه الازهر. الله صحيح بمناسبه الازهر، هو فين مسؤولين اللي في الازهر عن الموضوع ده؟ ايه ما شافوش البرنامج ولا تقلوا بعد الفطار فما وصلهمش البرنامج؟ اصل اي جهه محترمه لما بتلاقي حد بينتمي ليها بيعمل تصرفات مش محترمه بيعاقبوه. وجهه محترمه ليه؟ ده حتى اشرف زكي لما حاله شيعه اتحجبت قال لك لا ده كده ضد الفن وفصلها. الازهر لا فصل مبروك عطيه ولا اعترض عليه ولا حتى طلعوا بيان انهم هيحققوا معاه ولا اي حاجه. لا بس نعترض عليه ليه؟ بقى اصل هو ده نموذج الرجل الديني السامح اللي بيعبر عن الدين الوسطي اللطيف، احنا عايزينه ينتشر في المجتمع الفتره الجايه. لكن عارفين بقى الرجل الديني التاني اللي بيقول لك حرام وحلال والبسي ما تلبسيش وازاي نرقص وازاي نعمل، لا ده مش رجل دين، ده تاجر دين، وغالبا بتبقى نوايا خبيثه. رواه محمد سامي في مسلسله الاخير. طبعا لما في ناس طلعت تهاجم مبروك عطيه على البرنامج اللي هو عامله الهلسي اللي بيستضيف فيه ممثلين ورقصات، طلعوا بقى ناس تانيين يقول لك يا جماعه ما يصحش تهاجموه، ده راجل دكتور وعالم ما ينفعش كده. تعالى يا حبيبي اوريك الدكتور العالم البوب ستار بتاعك ايه اهم التصريحات اللي اتقالت في البودكاست بتاعه. عمر كمال بطلت اصلي في الجامع. الله اكبر. وفاء عامر انا اتربيت في بيت راجل. انتصار الرجاله ما بقوش زي الاول. ايه يا انتصار اهدي شويه. حرمه شعرات. طبعا هي انتصار قصدها ان الرجاله ما بقوش شغالين كويس. دليل على كده ان انتصار ماشيه النهارده اي ست تقابلها في الشارع تسالها السؤال ده. اخر مره اتحضنتي امتى؟ بقالك قد ايه؟ مادلين طبر انا ام ديمقراطيه. ديمقراطيه ازاي اذا كان انت اصلا ما انتش ست ديمقراطيه؟ انت يا اختي مش طلعتي قلتي ما ينفعش الستات يلبسوا بوركيني والمفروض يمنعوهم والست تلبس بيكيني بس في البحر؟ واستضافته لمادلين طبر دي رد على
اللي بيلغوشوا بيقول لك اصل هو بيستضيف الممثلين علشان عايز يرجعهم للدين. مادلين طبر ممثله مسيحيه، فهو عايز يرجعها للدين ازاي وهو مش رجل دين مسيحي، هو رجل دين اسلامي. فده كله يؤكد ان دي كلها هاتش بيتقال علشان تلغوشوا على السبب الحقيقي اللي خلى مبروك عطيه يعمل البرنامج ده. بحب الفلوس. سعد الصغير بيسأل مبروك عطيه بيقول له هل الغنى حرام يا دكتور؟ لا، هو السؤال ده غلط. هو السؤال المفروض هل ان انا اقول لك يا دكتور حرام يا دكتور؟ والله حرام، لان احنا كده بنقلل من قيمه الدكاتره والعلماء والشيوخ. فمبروك عطيه بيقول له الاغاني يعني كلام، لو كلام حلو يبقى حلال، لو كلام وحش يبقى حرام. لا يا شيخ، الاغاني يعني كلام بس؟ ده مين اللي قاله الكلام ده؟ ده رواه ايمن بهجة قمر. طب وبالنسبه للموسيقى اللي بتبقى في الاغاني اللي بترقص عليها دينا وفيفي عبده وجوهره وكل الرقصات، بيرقصوا عليها في حفلات الساحل وبيرقصوا عليها في الحفلات في اي حته، والولاد والبنات بيليطوا مع بعض وبيشغلوها في الافراح والستات بتقعد تهز عليها، دي ايه وضعها؟ حلال ولا حرام؟ وطبعا هو قصده كلام وحش، يعني ما تقولش لفظ خارج. طيب ما انا ممكن اعمل اغنيه ما فيهاش لفظ خارج، بس هو طول الاغنيه عمال يوصف شعرها وشكلها وجسمها وكعبها ورجلها وسمانتها، ايه ده حرام ولا حلال؟ واساسا كون ان انا ابقى مغني كل مهمتي ان انا اغيب الناس واخليهم يغطسوا جوه المحن، اصل انا بحبه، اصل انا حبيتها، اصل احنا هنسيب بعض، اصل قلبي بيوجعني، ده اساسا في زمن المجتمع لوحده مغيب، ده حرام ولا حلال؟ والله يا اسطى مبروك، انت بجد يعني طولت في الاجابه وهريت كتير، وانا شايف اجابتك بالمستوى ده كان ممكن تلخصها في حاجه صغيره وهتوصل نفس المعنى. عندي سؤال للناس اللي كانوا معترضين على سامح حسين وبيقولوا يا جماعه ما ينفعش سامح حسين يقدم برنامج ديني لان احنا مع التخصص، الراجل ده مش بتاع دين. هنا ليه بقى ما اعترضتوش ان مبروك عطيه طلع يقدم برنامج المفروض انه فني وهو مش تخصصه الفن؟ بس انا فاهم انتوا ما اعترضتوش ليه، لان انتوا مشكلتكم مع سامح حسين ما كانتش التخصص، كانت الدين. انتوا مش عايزين حد يتكلم في الدين فتجيبوها ازاي تقولوا لا ده مش شيخ. لكن هنا مبروك عطيه طلع يتكلم في الهلس، فدي بالنسبه لكم حاجه على هواك فعديتوا وتغاضيتوا عن موضوع التخصص. وعندي سؤال تاني للازهر، هو حضرتك فين يا فندم؟ ما بتحاسبوش ليه الراجل ده؟ مش ده المفروض كده بيسيء للدين، بيقلل من هيبه رجل الدين ولا يعبر عن الازهر؟ مش المفروض تطلعوا تحاسبوه؟ انا ما بقولش يا سيدي هتعملوا له قضيه يعني، بس على الاقل بيتوقف، بيتمنع، بيتعمل عليه عقوبات معينه. وهنا احب اوضح انه في ناس من شيوخ الازهر نفسهم اتكلموا وطالبوا الازهر بانه يتدخل ويعمل حاجه، لكن الازهر ما هوش هنا، مش معانا خالص. وعندي سؤال للمجلس الاعلى للاعلام، هو مش انتوا المفروض دوركم لما بتلاقوا اي مسلسل او برنامج بيشوه شكل الدين بياخدوا مثلا في سكه التطرف بتقولوا لا احنا لازم نوقف ده في اسرع وقت؟ ما هو ده برضه بيشوه شكل الدين بس في السكه العكس، يسفه من شكل الدين. عادي ان الدين يبقى هلس ويطلع في برنامج مغني يغني قدامه يقول له الله الاغنيه دي حلوه، واحد تاني يساله انت شفت كعب الوليه فين؟ لا انا ما شفتش كعبها، انا نفسي اشوف حاجات تانيه. ايه القرف ده؟ اي حد بقى هيخش يكتب لي في الكومنتات يا جماعه ده راجل عالم ما ينفعش تعملوا معاه كده. العالم ده بيحترم نفسه، يحترم صورته عشان احنا نحترمه، قبل ما يحترم نفسه يحترم العلم اللي هو بيعبر عنه. انت عندك مثلا احمد زويل رجع مصر وهو راجل عالم، ما عملش برنامج ليه؟ مع ان اسمه يليه السهره بالليل مع احمد زويل، كان يعمل البرنامج وهو يجيب قرشين عادي يعني. مجدي يعقوب ما هو راجل محترم وعالم، وده كمان بقى بيشتكي ان المستشفى بتاعته محتاجه تبرعات مفيش فلوس، كان يعمل برنامج عشان يجيب فلوس وهو يعملها عشان يعمل بيها المستشفى. وبرضه اسم البرنامج نجم محبوب مع مجدي يعقوب. ما عملوش كده ليه؟ لان الناس دي بتحترم نفسها وبتحترم العلم واساسا مش فاضيه. العالم ده بيقعد يشتغل بيبتكر زي ما شفنا مجدي يعقوب لحد النهارده بيخترع، عنده كام سنه وبقاله كام سنه بيشتغل بس بيخترع بيبتكر، مش خلاص انا خدت صيت العالم فاروح اهلس في برنامج واطلع منه بقرشين. عموما يا مبروك يا عطيه انا مش هقول لك يا شيخ، انت حر تعمل اللي انت عايزه، عايز تقدم برامج هلسيه، عايز تروح ترقص، عايز تبقى بطل افلام، انت حر. بالعكس يعني ده انت كده فتنا في انك عرفتنا يعني ايه سوء الخاتمه. بس ما تبقاش الكلام ده تحت اسم شيخ ولا تتكلم باسم الدين، لانك تعبر عن نفسك ما تعبرش عن الدين ولا تلوث سمعه الدين، تبقى زيك زي اي حد بيطلع يهلس. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، ولو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده اللينكات بتاعتنا موجوده تحت بتاعت السوشيال ميديا، ولينك القناه الثانيه موجود تحت. ونفكركم ان احنا خلاص رمضان بيخلص، باقي تقريبا اسبوع او اقل، تحاول تستغل ده، اللي ما عملش خير يعمل خير، لو تقدر تفطر حد، تسحر حد، تبعت فلوس لحد، وخصوصا ان احنا داخلين على العيد، في ناس فعلا غلابه بيبقوا محتاجين فلوس، لو صدقه او لو زكاه الفطر، يعني الحاجات دي كلها تحاول تلحق الكام يوم. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر اتكلم درمغ، ما عجبكش قول لي مش عاجبك، عندك اقتراح ابعته، وكل الهلك ده. ونختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غرورة.